أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بتاع الكورة. وطبعا كان فترة غياب طويلة، شهرين غبت عنهم. كان لظروف كده، منها كانت راحة لكأس العالم. كنت المفروض إن أنا مجهز حلقات بعد كأس العالم، لكن بعد ما الراحة دي خلصت كنت واخد مدي نفسي أجازة أسبوع من كأس العالم. رجعت مكنتش حابب إن أنا أصور، بعدها دخلت في مود الامتحانات فغبت الشهرين دول. ودلوقتي اهو رجعت لكم بهذه الحلقة. حلقة هنتكلم فيها عن الحاجات المهمة او الحاجات اللي انا شايفها حصلت مهمة في الشهرين اللي فاتوا نتكلم عليها، زي ماتش الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد، والاداء الجميل اللي هو عمله سواء قدام ارسنال او السيتي او باقي الماتشات، وارسنال اللي لسه زي ما هو اول دوري، وليفربول اللي واقع ومتبهدل اهو، و اي سي ميلان والانتر ويوفنتوس واللي حصل في الدوري الايطالي وخصم 15 نقطة منه عشان يبقى في المركز العاشر، وخلاص كده الدوري بيروح منه او اوريدي راح منه اصلا. والدوري المصري وجمال الدوري المصري دي ممكن نعمل لها حلقة منفصلة، ازاي تعمل دوري. فقبل ما تبتدي الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، واكونتات الشخصية تلاقيها في اول كومنت وفي الديسكريبشن. Let's go. طايف يا هوا طاير علينا نصيف طيب اهلا بيكم، وهنبتدي بماتش الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد. الماتش اللي خلص نتيجة 3-1. سجل الجون الاول جافي من اسيست من ليفاندوسكي، والجون الثاني ليفاندوسكي اسيست من جافي، والجون الثالث بدري من اسيست من جافي، والاخير كان لريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقه 93. ماتش كان بادي في اول كام دقيقه كان الطرفين لسه ده مش عايز ياخد الكوره، ده مش عايز ياخد الكوره، والكوره في نص الملعب محدش عارف مين اللي ياخدها. بعد كده ابتدى برشلونه يلعب اسلوبه ان هو ياخد الكوره وياخد الاستحواذ ويلعب كورته. وظهرت مشكله ريال مدريد كانت في البدايه خالص ناحيه الشمال، اللي هي ناحيه فينيسيوس وميندي. كانت ناحيه ضايعه، فينيسيوس ما كانش بيرجع وميندي كان بيقطم لجوه، فما كانش الطرف ده كله كان بح، فكان عثمان ديمبلي واخدها رايح جاي براحته. فده اثر في البدايه على ريال مدريد. بعد كده ابتدى فراغ في نص الملعب، ما بقاش فيه نص ملعب، بقى فيه فراغ كبير في نص الملعب. ترابط بين الدفاع ونص الملعب ما كانش موجود، فده برضو ادى لان برشلونه يبني الكوره في نص الملعب براحته ويتحرك براحته. ده اللي خلى لعيب زي جافي ياخد مساحات ويجري ويدي باصات وسروهات ويخلي ساهم في كل الاهداف بتاعه المباراه. فريال مدريد كان عنده مشكله فعليه في نص الملعب والطرف الشمال. والغزني ان انشيلوتي ما حاولش يصلح الغلطه دي، بالعكس هو كمل كده. حتى التبديلات اللي عملها ما عملتش اي حاجه، يعني رودريجو وداني سيبايوس ماركو اسينسيو وناتشو. ناتشو ده بطل كوره من زمان. رودريجو بدله بكامافينجا، فانت خلاص نص الملعب ضاع منك، ورودريجو مش بيلعب نص ملعب كويس. داني سيبايوس برضو شحر من زمان، واسينسيو برضو نفس الفكره. وداني سيبايوس برضو شحر من زمان، هو واسينسيو وناتشو. بعدين اللي كان باين قوي في الماتش لوكا مودريتش مش قادر يجري. بتلعبه هو مش قادر يجري، الراجل كبير في السن، الراجل مضغوط من السيزونز من المواسم والبطولات. الراجل لعب كاس عالم لغايه اخر حاجه، فخلاص الراجل مش قادر. فالمفروض كان يريحوا شويه او يلعبوا عدد دقايق قليل. لا الراجل كملوا، الراجل طلع في الدقيقه 65. رقم كبير، رقم كبير بالنسبه لحد في سن لوكا مودريتش. وان هو ما كانش قادر، يعني الناس كانت واخده بالها لوكا مودريتش في نص الملعب مش قادر، بالعكس هو كان حمل بالنسبه لريال مدريد. لوكا مودريتش بيلعب على الوقف وبيدي سيروهات، بس في الماتش ده انت مش محتاج حد بيلعب على الواقف، انت بتلعب كلاسيكو في سوبر اسباني، نهائي سوبر اسباني قدام برشلونه. فالموضوع ده كان سيء جدا. حتى التشكيله طبعا تشكيلته المعتاده: حرس المرمى كورتوا، فيرنان مندي، روديجر، إيدر ميليتاو، كارفاخال، توني كروس، كامافينجا، مودريتش، فالفيردي، بنزيما، فينيسيوس. نفس التشكيله نفس كل حاجه، لكن اللعيبه دي هي نفس التشكيله وهي نفس اللعيبه اللي بتكسب، لكن ما ادتش
الماتش ده حلو. الفراغ اللي كان بين كامافينجا وقلبين الدفاع كان كبير جدا. فينيسيوس ما كانش بيرجع، فده بالتالي كان مأثر على الناحية دي كلها. فيرناند مندي كان بيدخل جوه علشان يساند الدفاع، فبالتالي جنب الشمال ده كله كان فاضي. في عثمان ديمبلي كان عمال يروح يلعب فيه. حتى المشاكل الدفاعية كانت بين ميليتاو وروديجر، وبالذات روديجر كان عندهم مشاكل دفاعية كتير، فرص كتير كانت بتروح عليهم. فده كان مؤثر جدا على ريال مدريد. وفكرة ان هم مش عارفين يبنوا الهجمة لقدام، او مش عارفين يبتدوا بالهجمات، فده كان مؤثر برضو على ريال مدريد. فماتش كان طرف ريال مدريد كان سيء تكتيكيا، تمركزيا، اللعيبه كلها ما كانتش متمركزه. جت في الاخر لما ابتدت الدنيا تظبط، وابتدى ريال مدريد يمسك كوره ويضغط قدام ويفتح الخطوط ويعمل نفس اللي هو بيعمله. ابتدى يلعب حلو، ابتدى ان هو يمسك الكوره شويه، يغلس على برشلونه شويه، وقدر ان هو يجيب جون في النهايه. فكان لو كان بدأ كده من الأول كان الماتش هيختلف تماما. على الناحية التانية تشافي اللي كنت متوقع انه يبتدي الماتش مش هيبقى حلو، وان هو هيخسر الماتش ده، وكنت حاسس ان هو بعد الماتش ده هيتم اقالته، ان هو هيخسر الماتش. لكن بالعكس تشافي ابتدى بأداء كان مفاجأة بالنسبة لي، متوقعتش ان هو يلعب كده. الخطة كانت تير شتيجن، بالدي. وعجبني ان بالدي ابتدى يديله، يعني هو بالدي كان بيلعبه في ماتشات الفرق الصغيرة وما كانش بيديله في الماتشات الكبيرة. كان بيلعب يا الونسو يا جوردي ألبا. عجبني ان هو في الماتش ده واداله الثقه واداله الحريه ان هو يتحرك. وبالدي كان مؤثر في الماتش وهدد مرمى ريال مدريد اكتر من مره، رغم ان هو باك ليفت لكن كان بيزيد وبيطلع لقدام وبيرجع. هو كمان صغير، فكان عامل مساعد جدا في الماتش. قلبين الدفاع كريستنسن وكوندي واراخو باك رايت. وانا هنا بس سؤال، ليه اراخو في ماتشات ريال مدريد باك رايت بس؟ يعني كل ماتشات الدوري كوندي هو اللي رايت باك واراخو سنتر باك، يجي في ماتش ريال مدريد لا، حط اراخو مع رايت باك. يعني عشان فينيسيوس؟ يعني انت متشقلب الخطه عشان خاطر فينيسيوس؟ ممكن. وفعلا اراخو كان عامل ماتش على فينيسيوس وكان حاطه في جيبه. خط نص الملعب بوسكيتس ما كانش قد كده في الماتش. جافي طبعا رجل المباراه اكيد، وفرينكي ديونج، وقدامهم الثلاثه ليفاندوسكي وبيدري وعثمان ديمبلي. وحلو ان هو لعب بيدري وينج ليفت، ما لعبوش في نص الملعب. وده اللي كان تغيير نوعا ما في التشكيل، ان هو حط حد بلاي ميكر، او حتى حد بيبني كوره في نص الملعب وحد في الوينج. فده ساعد الفرقه بشكل كبير جدا. وحتى اللعيبه اللي نزلت من الدكه زي رافينيا وإيريك جارسيا وفرانكيسي وفاتي وسيرجيو روبرتو ادوا بعض الاداءات، مش كلهم لكن هم ادوا. في منهم اللي ادى وفي منهم اللي كان عبء على برشلونه، وده اللي ساعد ريال مدريد في الاخر ان هو يضغط على برشلونه ويمسك كوره ويجيب الهدف الاخير. برشلونه كان واقف متمركز صح، كانوا بيلعبوا بروح، كانوا بيلعبوا روح المكسب، ان احنا هننزل نكسب الماتش ده، مش هينفع نخسر من ريال مدريد. وده فعلا اللي هم عملوه، نزلوا لعبوا كوره حلوه جدا واستحوذوا على الماتش واستحوذوا على المباراه. اوقات كان عندهم غلطات، مساحات في الدفاع، انفرادات كانت اوقات بتروح، لكن في النهايه هم كانوا مسيطرين على الدفاع. كوندي واراخو كانوا مؤدين اداء عالي جدا. بالدي كان احسن واحد فيهم الصراحه، بيروح وبيجي وبيدخل جوه نص الملعب، كان شغال شغل عالي جدا. جافي اللي كان مش ثابت في حته، كل شويه يروح يمين شمال فوق ورا تحت، كان ماسك الملعب بشكل كبير جدا. وده اللي ساعد برشلونه بشكل كبير جدا ان هو يكسب. وان هو كان ريال مدريد بادي ضاغط لورا، او كان راجع بالصفوف اللي ورا، فابتدى تشافي ان هو يضغط عليهم لقدام ويطلع قدام، وده اللي ساعده في المكسب. ماتش كان مش هقدر اقول ان هو ما كانش متوقع، برشلونه برضو فريق كبير، لكن بالنسبه لي ما كانش متوقع برشلونه تكسب. وقلت لو برشلونه هتكسب 1-0، 2-1، هيتعادلوا يلعبوا ضربات جزاء، لكن 3-1 بالاداء ده بصراحه ما كنتش متخيله. وندخل على الماتش اللي بعده وهو مانشستر يونايتد والسيتي. وهبتدي بالسيتي واليونايتد مش عشان هو ده الماتش الاول، لان في شويه غلطات حصلت في حاجات حلوه صح اتعملت في الماتش السيتي، بس اتعملت غلط في ماتش ارسنال، وده كان من اسباب الخساره. فهبتدي بيها في السيتي. كان التشكيل ديفيد دخيا في حراسه المرمى، قدامه رباعي الدفاع مالاسيا، لوك شو سنتر باك. ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي، ان لوك شو انا ولا بحبه رايت باك ولا بحبه اصلا، فانه يحطه سنتر باك ويلعب بالاداء ده قدام السيتي كان اداء كويس منه جدا. رافائيل فاران
ووان بيساكا، قدامهم فريد وكاسيميرو، والتلاتة اللي قدامهم راشفورد، برونو وإريكسون، وراس الحربة هو كان أنتوني مارسيال، مش أنتوني البرازيلي. اليونايتد ابتدى في الأول برضو بأول دقايق ده بيمسك الكورة ده بيمسك الكورة واحدة واحدة. بعد كده فجأة ابتدى اليونايتد هو اللي بيستحوذ على الكورة، ابتدى هو اللي يضغط على السيتي. كمان جوارديولا بالدفاع المتقدم وسرعات راشفورد الخطيرة، فراح انفرادات كتير. ضيع الشوط الأول حوالي 3 انفرادات حاجة كده، كنت بتجلط منه في الشوط الأول. وكرات برونو في الماتش ده كان تحسه تشافي او انيستا في نفسه، كان كور سرعات بتطلع منه بالظبط، كرة تطلع من رجله رايحة للعيب بمنتهى الدقة. الشوط الاول كان هنا بيشوط وهنا بيشوط، كان في فرص للاتنين. اليونايتد كان مهد اكتر لانه راح انفرادات اكتر، انفرادات بمعنى انفرادات اكتر. هالاند ما كانش ظاهر قوي في الماتش ده، السيتي كلها في الشوط الاول ما كانتش ظاهره، لكن الشوط الثاني ابتدى هنا الاختلاف. اول ما السيتي ابتدى هو اللي يمسك كوره وابتدى هو يستحوذ، راح جاب جون، لعيبه يونايتد اتقلبت، وفجاه تريك الاول تريك الثاني، والجون الاول اللي فيه مشاكل كتير اللي جابه برونو ان راشفورد اوف سايد ومش اوف سايد، لكن في الاخر طلع ان الجون محسوب صح. والجون الثاني اللي جاي من اسيست من جرانيتشو، وجرانيتشو اللي نزل برضو قلب الطرف الشمال، برضو لعيب صغير، ولعيب هيبقى حاجة كبيرة جدا في الكورة في مانشستر يونايتد. السيتي ابتدى بالتشكيل برضو جوارديولا والروتيشن اللي بيقعد يعمله. في حراسة المرمى إدرسون، كانسيلو، أكي، أكانجي، كايل وولكر، قدامهم برناردو سيلفا، رودري، دي بروين، رياض محرز، ايرلينج هالاند، وفيل فودن. وفيل فودن كان بالنسبة لي أخطر حد في لعيبة تشيلسي في لعيبة السيتي في الشوط الأول، لأنه راح بشوية حاجات بدماغه وحاجات برجله. هالاند ما كانش ظاهر قوي لأنه كان مقفول عليه من قلبين الدفاع، لكن السيتي ده مكان خطير، كان بيروح برضو الكور كتير. اللي فرق في الماتش ده لأن جوارديولا كان نازل إن هو أصلا هو اللي معاه الكورة، إنه هو اللي هيضغط، هو اللي هيبقى معاه الاستحواذ. لا العكس، مانشستر يونايتد هي اللي ماسكة الكورة، مانشستر يونايتد هي اللي بتتحرك بالكورة. فكرة ان هو مقدم خط الدفاع لغاية نص الملعب دي كانت فكرة مدمرة بالنسبة له. حد سريع زي راشفورد، حد رجله كويس زي برونو، ادى الثرو من هنا، انفرادات في اول الشوط الاول انفرادين ضاعوا، جت الشوط الثاني هوبا نفس الفكرة، لبست الجونين. فده كان جوارديولا ما اعتقدش ان هو كان عامل حسابه، ومحدش كان عامل حساب اداء المانشستر يونايتد اللي هم عملوه، سواء الماتشات اللي فاتت او الماتش ده بالذات. الفرقة بقالها 9 ماتشات ما كانتش بتخسر، جت قدام ارسنال وخسرت، لكن الفكرة في الاستمرارية، الفكرة في الأداء اللي بيتطور. انت شوف أول ماتش، شوف في الدور الأول اليونايتد شايل منهم 6 بنفس المدرب بنفس اللعيبة، الدور التاني كسبهم 2-1 بأداء ونتيجة. فده برضو كان اختلاف كبير، وكان حاجة واضحة في الماتش، لأن اليونايتد بيبني بروجكت، اليونايتد بيتطور. الفرق كان في الدور الأول كان عمال يخسر ويعبي، كان الدور التاني بيكسب. السيتي اللي خسر منها 6-3 اهو كسبها 2-1 ويلعب قدامها اداء حلو. ارسنال اللي كسبها في الدور الاول جه منها الدور الثاني وخسر، لكن ده لا يعني ان هو فريق وحش او فريق ضعيف او ارسنال اقوى، بالعكس ده كسب مره ده كسب مره، والاثنين من مفاجآت الموسم عامه، مش في البريمير ليج بس، في الكوره عامه، لان فرقتين زي دول بقالهم سنين مش بيأدوا اداء كويس، او سنين مش بيلعبوا او مش ظاهرين على الساحه، ودول كانوا من اعظم فرق اوروبا واعظم فرق الدوري الانجليزي، يرجعوا تاني ويلعبوا بالاداء ده. فكانت مفاجاه جدا. قدام ماتش ارسنال لعبت برامسديل في رباعي خط ظهر، سيدجينكو، جابريال، ساليبا، وبين وايت، قدامهم تشاكا، بارتي، اوديجارد، وساكا، وانكيتيا، وجابريال مارتينيلي. وساكا هو كان لغز الماتش ده، هو تشاكا بتحركاته وساكا بكوراته. ساكا كان على طول بيدخل جوه، بياخد معاه 1 2 3 من الدفاع ويدي الكوره لانكيتي او يشوط في الجون. وتشاكا اللي كانت تحركاته في الماتش ده كانت موتره لعيبه مانشستر يونايتد. هو كان دوره في الماتش ده ان هو الدور الحركي بتاعه على قد ما هو دور الكوره، او ان هو ياخد الكوره ويبني هجمات. مانشستر يونايتد على الناحيه الثانيه
التغيير اللي حصل غير مارسيال وحط المهاجم الجديد فيرخوست، وشال إريكسن بدل ما كان في نص مع التلاتة خلاه ورا مكان كاسيميرو عشان خاطر كاسيميرو واخد انذار فكان موقوف الماتش ده، ونزل انتوني وشال فريد وحط ماكتوميني. فتغييرة نص الملعب دي أثرت على الفريق، لأن أنت فريد وكاسيميرو كانوا هايلين قدام مانشستر سيتي، بس هما الاتنين توقفوا فحصل فراغ في نص الملعب. أنتوني لعيب برازيلي، لعيب بياخد الكورة، لعيب بيحب يتمنظر أكتر، فأنت في ماتشات زي دي مش محتاج حد يتمنظر، فما كانش أدي أداء كويس في الماتش. الدفاع خلى لوك شو رجعه ليفت باك، ونزل مارتينيز وفاران وبيساكا دفاع عادي جدا. هي الفكرة كلها او من اسباب الخسارة كانت نص الملعب، ماكتوميني بطيء، اريكسن مش بيدافع، انتوني بيحب يتمنظر، فعمل لك فراغ في نص الملعب، ما عملكش، مش موجود اللعيب السي دي ام الدستروير اللي بيدخل يكسر، اللي بيدخل يشيل اي حد، اللي واقف حيطة قدام اللعيبة اللي هو كاسيميرو وفريد. ما عندكش الاتنين دول. ماكتوميني مش اللعيب الواو، او مش اللعيب اللي يديك الاداء اللي انت مستنيه سواء من فريد او كاسيميرو، مش ده اللعيب الدستروير، اللعيب اللي يدخل يقطع الكوره، اللي يشيل اللعيب من قدامه. كمان ماكتوميني كان عمال يتحرك بشكل مبالغ فيه ومش متمركز صح. اريكسن الناحيه التانية، اريكسن دوره مش دفاعي، اريكسن هو بلاي ميكر اكتر، فكان برضو فارق في الماتش ده نص الملعب، وده اللي اثر في الدفاع، ان انت الدفاع ما بيجي بيرجع وبيتمركز، في النص الملعب ما بيرجعش، او نص الملعب مش بجودة الدفاع بتاعة كاسيميرو وفريد، فده برضو اثر في الدفاع، ومن اسباب تمركز نيكيتيا براحته ان هو يدخل يلطش الجونين وساكا يجيب الجون الرائع. ماتش كان مثير جدا، كان قوي جدا، ماتش كان منتظر ان هو يبقى بالقوة دي، ودي مفروض ماتشات الارسنال يونايتد في السنين اللي فاتت القديمة خالص، ايام عصرهم وقوتهم. آه، ماتش كان جميل جدا. انا يعني رغم ان انا بشجع اليونايتد لكن مش زعلان على الخسارة، لان الفرق ادت حلو وارسنال ادت حلو، الاتنين ادوا حلو. الجوان كلها كانت ممتعة، سواء ابتدت بجون آه، ماركوس راشفورد اللي كان رائع، دخل قطم واحد واتنين ولطش في الضيقة، كان جامد جدا، او سواء جون نيكيتيا اللي جابه كان برضو حلو، وجون ساكا خطير جدا جدا جدا، شاطها من بعيد جون صاروخ، ولا جون مارتينيز اللي نط النطة حسيته فان بيرسي بالنطة بتاعته دي، والجون الاخير من نيكيتيا برضو. خمس تجوان ممتعين جدا، خمس تجوان تحفة، خمس تجوان في غاية الجمال، فماتش حقيقي كان ممتع جدا. ده اللي اثر على اداء اليونايتد، عكس الناحيه التانية ارسنال بكورتهم الثابته بالعرضيات بتاعتهم، ودي اللي اثرت في الماتش، لان برضه سيتي بتلعب عرضيات، لكن السيتي بتلعب عرضيات وانت معاك نص ملعب بيغطي مع الدفاع بيقطع الكوره بيشيل الكوره، لكن مع ارسنال بتلعب عرضيات وانت ما عندكش نص ملعب بيقطع الكوره ويشيل الكوره او يساند الدفاع، فده برضه من اسباب الخساره. لكن ماتش كان ممتع جدا، ماتش كان رائع، بغض النظر ان انا شايف الجون الاخير بتاع نيكيتيا اوفسايد على سيجينكو من البدايه، لكن الجون اتحسب، ماتش خلص، 3 بونت راحوا الارسنال، لكن كان ماتش رائع جدا، وده دفعه معنويه لارسنال ويونايتد، ان الاثنين فرق قويه، الاثنين اهو لعبوا ماتش جميل جدا، 5 تجوان تحفه، العالم كله تقريبا كان بيتكلم عن الماتش ده وعوده مانشستر يونايتد وارسنال تاني للمنافسه. فانت بتتكلم ان ارسنال اول الدوري ب 50 نقطه، لعب 19 ماتش، السيتي في المركز الثاني ب 45 نقطه من 20 ماتش، يعني انت بتتكلم ان ارسنال متاجل لها ماتش ب 50 نقطه، والسيتي لعبه ماتشاتها كامله 20 ماتش ب 45 نقطه، يعني الفرق 5 نقط بينها ارسنال والسيتي. نيوكاسل اللي عامله اداء خيالي خيالي خيالي، محدش خالص مهتم بنيوكاسل، محدش مركز مع نيوكاسل. نيوكاسل في المركز الثالث ب 20 ماتش ب 39 نقطه. نيوكاسل عامله موسم تحفه تحفه تحفه، سواء كوره او اداء ونتيجه. انت بتتكلم ان نيوكاسل في المركز الثالث، يعني لو فضلت كده تلعب دوري ابطال اوروبا، فدي حاجه طبعا تحسب لهم حاجه كبيره، وده البروجكت اللي بجد الاستثمار السعودي، الصرف والمدرب ما راحش جاب لعيبه نيمار وهالاند، راح ما راحش جاب اللعيبه دي، لعيبه على قد النادي، لعيبه مش واو،
ومدرب متوسط نوعا ما وقدروا يعملوا نتيجة زي دي. مانشستر يونايتد في المركز الرابع ب39 نقطة، وتوتنهام في المركز الخامس، برايتون في السادس، فولهام برضو فولهام بالنسبة لي مفاجأة في المركز السابع، برينتفورد في التاسع، وليفربول في التاسع، ليفربول في العاشر ب29 نقطة، وتشيلسي في ال11 ب29 نقطة. ليفربول اللي متكحول كحولة كبيرة، وهي مشكلة مش مشكلة لعيبة ولا مشكلة كلوب لوحده، هي مشكلة المنظومة بحالها، نادي ليفربول كله، سواء الإدارة أو اليورجن كلوب واللعيبة والجهاز المعاون ليه. المشكلة في الليلة كلها مش تمام. الإدارة مش عايزة تصرف، الجهاز الفني جزء منه مشي، النادي قعد شهرين من غير دكتور، انت متخيل لعيبة بتتصاب مش لاقي حد يعالجها. كلوب مش الأداء بتاعه مش ظابط، اللعيبة أدائها مش كويس، على الناحية التانية اللعيبة اللي كتير بتتصاب. انت بتتكلم على غيابات ليفربول، غيابات كتير جدا. انت بتتكلم ارثر ميلو اللي جابوه المفروض ده ياخد نص ملعب عشان يعزز نص الملعب اللي عندهم، راح اتصاب هو كمان. فابينيو مش بنفس كفاءته، فان دايك مصاب وبرضه مش بنفس كفاءته. محمد صلاح اللي مختفي تماما، قلنا في البداية ان هو لا ده دور تكتيك ودور مش عارف ايه، وان هو بيلعب اسيستات اكتر. صلاح مش ظاهر اصلا في الصورة. داروين نونيز برضه مش ظاهر في الصورة. روبرتو فيرمينو قاعد في المستشفى. اليسون مستواه قل جدا جدا جدا. موسم سيء جدا لليفربول. يورجن كلوب بقاله 7 سنين مع ليفربول، يعني تقريبا لعنة الموسم السابع ليورجن كلوب مع كل أندية دربها، الموسم السابع وبيقف. انت بتتكلم الإصابات، أرثر ميلو، لويس دياز، دييجو جوتا، روبرتو فيرمينو، فان دايك، دول الإصابات اللي دول لسه مصابين في لعيبة رجعت. انت بتتكلم على الدكة بتاعت ليفربول قدام ماتش تشيلسي، داروين نونيز، بتتكلم على ارنولد، تتكلم على فابينيو، تتكلم عن هندرسون، تتكلم على ماتيب وتيميكا كوستاس تسيميكاس. دي الدكة. لعب بمين بقى قدام تشيلسي؟ لعب بميلنر، لعب بجو جوميز، لعب بعيل كده صغير اسباني عنده 18 سنة، لعب بجاكبو راس حربة وإليوت. مفيش خالص، مفيش. الفرقة فاضية، الفرقة مفيهاش حد. انت بتلعب قدام تشيلسي بجيمس ميلنر وجو جوميز، وبتلعب بعيل صغير عنده 18 سنة في نص الملعب، وأدى ماتش حلو. يعني هو أدى ماتش حلو، بس انت فين؟ ارنولد كان مصاب ورجع الماتش ده. فابينيو، هندرسون مستواه سيء جدا 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 جدا. هنشوف ايه اللي هيحصل. هل يورجن كلوب ممكن يظبط ويصحح مسار يظبط ويصحح مسار ليفربول، ولا كده خلاص السفينة غرقت وليفربول هيمشي يورجن كلوب، والإدارة كمان تمشي، لأن في كلام إن الصندوق القطري ممكن يشتري ليفربول. وفي حالة إن الصندوق القطري اشترى ليفربول، استمرارية كلوب مؤكدة 100%، لأن الراجل هيبقى معاه فلوس زي ما هو عايز، يجيب أي لعيبة زي ما هو عايز، يقدر يصلح الفرقة، يفور الفرقة كلها. في حالة إن الصندوق القطري مش هيشتري ليفربول، فكده خلاص يجي كلوب بح. وفي الغالب محمد صلاح كمان هيمشي هو كمان من النادي، لأن النادي مستواه سيء جدا 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 جدا. وبكده نكون اتكلمنا عن أبرز الحاجات. المفروض كنا هنتكلم عن الدوري المصري، لكن دي هنعملها في حلقة منفصلة، لأن الدوري المصري هيبقى كلام عليه كتير جدا جدا جدا. فلو عجبتك الحلقة متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وسلام.